بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بيكم. أول فيديو في 2024 في 2024، واللي هنستعرض فيه حل اكسرسايز كتاب المعاصر على اليونتس. هنبدأ يونت 1 Around Town، وهنبدأ النهارده إن شاء الله بليسونز 1 and 2 الجزء الخاص بالفوكابولري الكلمات. نسمي الله ونقول choose the correct answer from A, B, C or D. بيقول space means cars, lorries and motorbikes that use road. بيقول لي حاجة بتعني السيارات والشاحنات، الموتوربايكس الموتوسيكلات that use road اللي بتستخدم الطريق. بيقول لي traffic يعني حركة المرور، ports يعني موانئ وده جمع port ميناء، وبارتس أجزاء ده جمع بارت جزء، وستيشنز محطات جمع ستيشن محطة. أنا بتكلم هنا على الترافيك حركة المرور. Question number 2. A large park or open area where scientists study plants and trees is a. بيقول لي حديقة كبيرة أو open area منطقة واسعة مفتوحة where scientists حيث العلماء study plants and trees العلماء بيدرسوا هناك النباتات والأشجار. دي بتكون إيه؟ بيقول كاينر جاردن يعني الحضانة، البوتانيكال جاردن يعني حديقة نباتية، بابليك جاردن يعني حديقة عامة، وسيتي جاردن يعني حديقة المدينة. طبعا بما اني بتكلم عن مكان العلماء بيدرسوا فيه نباتات فهتكون البوتانيكال جاردن يعني الحديقة النباتية. Number 3. Calm and quiet means. كلمة calm هادئ، وquiet برضو معناها هادئ. means بيعنوا ايه؟ special يعني خاص او مميز، careful يعني حريص، useful يعني مفيد، peaceful يعني آمن أو مسالم. طبعا هي هتكون peaceful يعني آمن أو مسالم. Question number 4. بيقول لي there are a lot of attractive gardens in our city. هناك الكثير من الحدائق الجذابة في مدينتنا. وبعد كده بيقول the word attractive means. كلمة attractive هنا بتعني ايه؟ large يعني واسع أو كبير في المقاس، interested يعني مهتم وبتجيب حرف الجر in، وفي عندي interesting وده بيكون شيق بس بيجي للأشياء، لكن interested مهتم بيكون للأشخاص. ugly يعني قبيح، وبيوتيفول يعني جميل. وعايز كلمة بتساوي كلمة attractive، فطبعا مفيش قدامي غير beautiful يعني جميل. Number 5. The antonym of the word peaceful. عايز بقى المضاد بتاع peaceful. احنا فوق كنا بنتكلم على السينونيم المينينز اللي هي بتساويها، الحاجات اللي بتساويها، فكنا بنقول calm وquiet. هنا احنا عايزين الانتونيم، عايزين المضاد بتاعها بتاع كلمة peaceful. فعندي noisy يعني صاخب أو مزعج، عندي calm يعني هادئ، وعندي slow يعني بطيء، وعندي comfortable يعني مريح، فطبعا هتكون noisy يعني صاخب أو مزعج. Number 6. The prefix. طبعا كلمة prefix ده المقطع اللي بيجي في أول كلمة عشان يغير منها خالص. هو عايز prefix gives the opposite of the word usual. عايز prefix المقطع اللي بيجي في أول كلمة usual علشان يديني منها opposite، يديني منها المضاد. طبعا كلمة usual يعني عادي، فاحنا عايزين نجيب منها الغير عادي، فهيكون unusual غير عادي. Number 7. The synonym of modern. عايز مرادف كلمة modern يعني حديث. عايز المرادف بتاعها. بيقول لي old يعني قديم أو كبير في العمر، عندي ancient يعني قديم أو عتيق، عندي famous يعني مشهور وبتساوي known وpopular، وعندي new يعني جديد، فطبعا كلمة modern هتساوي new. Number 8. the suffix بقى دي النهية، ده المقطع اللي بيجي في آخر الكلمة. عايز السفكس اللي gives the adjective from the word help، اللي بيجيب الصفة من كلمة help يعني يساعد. عايزين نجيب الصفة من يساعد من خلال suffix بنضيفه لكلمة help. طبعا عندي help يعني يساعد، وhelpful يعني متعاون، وبالتالي فيكون full هو السفكس اللي هينضاف لhelp. Question number 9. They arrived at school at 7 o'clock. هما وصلوا المدرسة الساعة 7. The underlined word arrived. الكلمة اللي تحتها خط اللي هي كلمة arrived means بتعني ايه؟ صوت ده التصريف الثاني من think يفكر، هنا فكر. bought ده التصريف الثاني من buy يشتري، هنا اشترى. reach ده التصريف الثاني من reach يعني يصل إلى، هنا معناها وصل. play ده التصريف الثاني من play معناها يلعب، وهنا معناها لعبة. فكلمة arrived ده تصريف ثاني من arrive معنى وصل، يبقى أنا عايز reach يعني وصل أو وصلوا إلى المدرسة الساعة 7. Number 10. If something is لو في حاجة بتكون، لو حاجة بتكون إيه؟ It's enjoyable and exciting. دي بتكون ممتعة وشيقة. boring يعني مملة، لا طبعا مش هتنفع. هنا عايزين positive adjective، عايزين صفة إيجابية، مش عايزين negative adjective، مش عايزين صفة سلبية. ولا tiring boring يعني ممل، ولا tiring يعني متعب أو مجهد، ولا interesting يعني شيق أو ممتع، ولا bad سيء. طبعا هتكون interesting لأني بتكلم برضو زي ما قلت على صفة إيجابية. There are a lot of monuments in Luxor. في الكثير من الآثار في الأقصر. بيقول لي كلمة monuments here means بتعني إيه of the past times. كلمة monuments هنا بتعني إيه من العصور القديمة. بيقول لي all buildings يعني مباني قديمة، ولا fresh buildings يعني ولا مباني حديثة لسه مبنية قريب، ولا laser buildings مباني من الجلد، ولا modern buildings مباني حديثة. طبعا هو بيتكلم هنا على monuments على الآثار، يبقى عايزين ancient يعني old building. Number 12. إسماعيلية is beautiful. There are within space فراغ buildings and interesting monuments.
بيقول الإسماعيلية بتكون جميلة، هناك بيكون buildings مباني ايه and interesting monuments وآثار شيقة. يقول لي boring، طبعا هو هنا بيكلمنا على interesting monuments معطوفة على البيلدينجز على المباني، يعني يقصد ان اللي هناك حاجات كويسة، وبالتالي فهو عايز adjective positive adjective مش negative adjective. فاحنا هنشوف عندي boring ممل دي طبعا مش هتنفع، وعندي attractive جذاب غير ممكن، natural طبيعي لكن طبيعي مش هتنفع مع البيلدينجز المباني لان المباني مش natural، وعندي weak يعني ضعيف. طبعا هنا بنتكلم على interesting monuments وبالتالي فاحنا مش هينفع معانا غير attractive يعني جذاب. تمام. Number 13. The pyramids are one of the most wonderful space in the world. بيقول الأهرامات بتكون واحدة من الأكثر روعة في العالم. من الأكثر إيه روعة في العالم؟ بيقول لي moments يعني لحظات، monuments يعني قلنا آثار، dictionaries يعني قواميس، وcorners يعني زوايا. طبعا احنا بنتكلم على الأهرامات فهتكون monuments. Number 14. There was a lot of. بص يا سيدي، هي was بتيجي مع المفرد، والمفرد احنا عندنا نوعين، مفرد countable يعد ومفرد uncountable لا يعد. طبعا هو هنا جاب لي a lot of، و a lot of بتيجي مع الاثنين. طيب was بتيجي مع المفرد، و a lot of معناها الكثير من، يبقى الكثير من الايه؟ من الكثير من لا يعد، يبقى انا متوقع اللي جاي لي هنا هيكون لا يعد. يقول لي there was a lot of، ودي سبيس فراغ on the roads this morning. So Mr. Ahmed was late for work. كان هناك الكثير من الإيه على الطريق هذا الصباح، لذلك مستر أحمد كان متأخرا عن العمل. بيقول لي care يعني رعاية أو يرعى، وبيس يعني سلام أو أمان، وترافيك يعني مرور أو حركة المرور، وجوس يعني عصير. طبعا احنا بنتكلم على الطريق فهتكون traffic وترافيك uncountable. Number 15. I have a lot of colorful fish in the. عندي الكثير من الأسماك الملونة في إيه؟ ندينا ميوزيوم يعني متحف، وبنك يعني مصرف أو بنك، library يعني مكتبة، وأكواريوم يعني متحف الأحياء المائية أو حوض السمك، وبالتالي فهي aquarium. Number 16. My uncle is very good at sports. عمي كويس جدا في الرياضة. وبعد كده بيديني سبيس يقول لي at handball في كرة اليد. أول حاجة hardly معناها بالعافية أو بالكاد، just معناها توا أو حالا، especially معناها خصوصا أو خاصة، وعندي only فقط. طبعا هو بيقول لي عمي كويس جدا في الرياضة فهتبقى especially خصوصا في الهاندبول في رياضة كرة اليد. 17. أو an space is something that people build to remember an important person or event. بيقول لي حاجة الناس بتبنيها علشان تفتكر أو تتذكر important person شخص مهم أو event أو حدث مهم. طبعا احنا اتكلمنا لما كنا بنتكلم عن المونيومنتس الآثار قلنا إن هي ده التعريف بتاعها، إن هي بتبنى علشان نفتكر شخص أو حدث مهم. مديني mountain جبل طبعا مش هتنفع، monument يعني أثر، aquarium يعني حوض سمك أو متحف الأحياء المائية، وبنك قلنا البنك، فطبعا هتكون monument أثر. Number 18. أو an is a large area of water with land around it. بص يا سيدي، احنا عندنا مصطلحين في الجغرافيا، يا إما بتكون منطقة من الأرض حواليها مية ودي بتكون island جزيرة، يا إما بتكون منطقة من المية حواليها أرض ودي بتكون ليك. هو هنا بيقول لي a large area يعني منطقة كبيرة من المية with land around it يعني في أرض حواليها، وبالتالي هتكون ليك بحيرة. Number 19. We can form the word peaceful from the noun A. بيقول لي احنا نقدر نصيغ كلمة peaceful اللي هو آمن أو مسالم من الاسم ايه الاسم اللي بنصيغ منه؟ عندي بيس يعني خطوة أو سرعة، وعندي بيس يعني سلام، وعندي بيس يعني قطعة، وعندي برايس يعني سعر. طبعا احنا هنا هنصيغ peaceful من بيس سلام. Number 20. You can make an adjective from the verb use by adding. تقدر تصيغ الادجكتيف الصفة من الverb use يستخدم من خلال إضافة إيه؟ طبعا أنا عندي use يستخدم، وعندي useful يعني مفيد أو متعدد الاستخدام. Number 21. To give the opposite of the word natural we add the prefix. إحنا علشان نجيب المضاد من كلمة natural يعني طبيعي، عايزين نجيب منها المضاد بإضافة بادئة اللي هتيجي في أول الكلمة. طبعا natural يعني طبيعي، والنatural غير طبيعي. Number 22. This machine does many things. It's very. هذه الماكينة بتؤدي الكثير من الأشياء. هي بتكون إيه؟ طبعا بما إنها بتؤدي الكثير من الأشياء فهتكون نافعة. عندي peaceful يعني آمنة أو مسالمة، useful يعني مفيدة، careful يعني حريصة، helpless يعني غير متعاونة أو غير متعاون يعني مش بيساعد حد، فإحنا مش هينفع معانا غير useful يعني مفيد. Number 23. محمد صلاح is a famous sports star. This means that he is. محمد صلاح هو نجم رياضي مشهور، وده معناه إن هو بيكون إيه؟
bored يعني ممل اكيد لا. lazy كسول طبعا لا. unknown غير معروف ده antonym للكلمه نفسها يعني مضاد للكلمه نفسها. احنا عندنا famous مشهور بتساوي popular وبتساوي well known يعني معروف جدا، وبالتالي فاحنا هناخد well known معروف جدا. number 24 آدم بيديني سبيس فراغ to his work late yesterday. آدم وبعدين بيديني البريبوزيشن حرف الجر to هيمشي مع فعل من اللي عندي تحت his work late yesterday. بيقول لي arrived يعني وصل، وجوت برضو تنفع مع حرف الجر to انه يكون وصل، reached يعني برضو لحق او وصل، وfound ده التصريف الثاني من find بمعنى وجد، وينفع يكون verb اصلا بمعنى found اسسه، لكن مش موضوعنا. arrived معناها وصل، وarrived بتجيب حرف الجر in او at، in مع الاماكن الكبيره وat مع الاماكن الصغيره، وحرف الجر اللي عندي هنا to فمش هينفع. got تنفع، reached مش هتنفع لان reached مش بتجيب معاها حروف جر فهتكون got to his work late yesterday. number 25 he always مديني shopping on Fridays. طبعا shopping بتجيب يا جو يا do، لكن لو جابت do هتجيب قبلها ازاي؟ يعني هتجيب do the shopping فهنقول do the shopping، لكن جو مش هتجيب shopping فهنقول go shopping on Fridays. يعني احنا عادة بنتسوق ايام الجمعة. وبكده يبقى احنا انتهينا من جزء الاكسرسايزز الخاص ب lessons 1 and 2 جزء الفوكابولاري. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واضاف لكم حاجة جديدة او على الاقل اكد معلومة قديمة، ولو ده تم بالفعل ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد علشان نستعرض فيه جزء الجرامر الخاص ب lessons 1 and 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.